ذكرني بها أخي وزميل الأمير تركي عندما قال الملك فيصل إنني بدوي. كنت قبل وفاته ب3 أسابيع في الصحراء، ربما أخي وزميل الأمير متعب يعرف هذا المكان، وهو في الصمان. فقابلني الرجل من قبيلة آل مرة كفيف البصر على سيارته، وكان يقتاد ناقة جميلة جدا، فعرضت عليه السيارة ووقفت معه وسلمت عليه، لا يعرف ولا أعرفه. سألته ممكن تتغدى معنا؟ قال حاضر. رجعت المكان مغدانا وحول يتغدى معنا، وكان نيته في ذلك لشراء هذه الناقة فقط. أحد الجماعة اللي مرافقين معي يعرفوه، وقالوا له هذا الرجل يملك 400 ناقة من أجمل النياق في المملكة. فاستغربت، رجل كبير في البصر وكيف يملك الحلال الكبير؟ وين وديه؟ وين يرعاه؟ سألته يا أخ فلان، كيف ترعى هذه الإبل؟ كيف تستفيد منها؟ وأنت يقول الجماعي أن ليس لك ولد والأخ قريب منك. قال يا فلان أنا لي ابنة وتزوجها رجل صالح من أبناء عمومتي، فإذا سقط المطر وبدأ الربيع أتاني في مكاني في الرملة في الربع الخالي، وأخذني بسيارتي وإبلي وربعنا 4 أشهر. عندما ينتهي الربيع يذهب إلى عمله في شركة أرامكو وزوجته معه، وأنا أسلمها لفيصل يقودها فيصل ويرعاها. هذه الكلمة بأمانة وما قبلها بأمانة أثرت علي في نفسي تجاه فيصل. فقدمت الرياض وكنا نصلي المغرب في مكان يعرفه الأمير متعب شخصيا، لأنه من الذين يرافقون فيصل ليل نهار في مكان قريب من وراء المعذر، وسلمت عليه ورجل من الصحراء. فأحببت أن أروي هذا بعد صلاة المغرب. فلما رويت هذا نزلت الدموع من عينيه، والتفت عن جميع عما فينا الملك خالد رحمه الله والأخوان فيصل بن سعد وفهد بن سعد، وقال أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم البلاد من أمن وسلام، واحفظ الله يحفظكم.